احنا اول حاجه بنحب النادي الاهلي جدا. بنروح ورا النادي الاهلي في كل حته. بنشجع بجد من قلبنا عشان احنا بنبقى بنساند النادي في كل حاجه. كان تاني مرة راح فيها الاستاد، فاحنا رايحين ومبسوطين وكده وداخلين الاستاد. ف من اول الماتش واحنا بنشجع ومعانا اعلام ومعانا صحابنا تانيين بنات صحابنا. مامتي كلمتني فبتقولي ان السوشيال ميديا مقلوبة ومنزلين صوركم على الفيسبوك ان انتوا في الدقيقة 90 وانتوا بتضحكوا. قلت لها لا، ده حصل موقف معين معانا فضحكنا عليه، لكن احنا طول الماتش احنا بنشجع بس. بدايه النادي الاهلي اللي هو احنا بنشجعه بهدلتنا جدا واذتنا جدا واذت اهالينا من كتر الشتيمه ومن كتر الحاجات اللي نزلوها ومن كتر التعنف، واحنا مش فاهمين احنا برضو عملنا ايه. عارفه لما تصحي تنامي وتصحي كده على مصيبه انت عملتيها لمجرد ان انت في استاد بتشجعي فريقك ضحكتي. لكن جمهوره ما بيقعدش يضحك، جمهوره ما بيقعدش. احنا مش في الساحل الشمالي. كابتن شادي محمد طبعا مذيع النادي الاهلي طلع في البرنامج بتاعه وقال علينا ان احنا جمهور الساحل الشمالي وان احنا ما ينفعش نروح الاستاد وخصنا احنا بالذات، وجاب الفيديو بتاعنا. يا كابتن انت يعني اذيتنا كتير، احنا ما عملناش حاجه يا كابتن. جمهور الساحل الشمالي احنا ولا كنا رايحين لابسين مايوهات ولا كنا يعني الكوره للجميع، والاستاد ما فيهوش ناس وناس، والاستاد مش مكتوب عليه الاشكال تدخل عامله ازاي. احنا بندخل بكل احترام. انت يا كابتن ما كانش عندك تقريبا اعدادك كان فاضي لدرجه ان حضرتك تجيب سيره البنات وتتكلم عليها، بدل ما تقول حتى لو احنا غلطنا في التشجيع من وجهه نظرك ما كنتش تقول علينا كده، كنت تقول دولت ولاد النادي الاهلي هم يا جماعه. سوري ان هم كنت تقول كده لبجاتك، سوري ان هم غلطوا، سوري ان هم اتكلموا، يعني ان هم البنات مش عارفين حاجه. دول في الاول وفي الاخر بنات. ما تهناش بالطريقه دي، ما تضايقش اهالينا، لان انت جبت الشتيمه لينا ولاهالينا، خليتنا بقينا يعني اتفاجئنا من كتر اللي انت عملته. انت مذيع كبير وكابتن النادي الاهلي وما ينفعش كنت تعمل الكلام ده، ما ينفعش تتكلم علينا بالطريقه دي. الكوره للجميع، وانت مش يا كابتن هتزايد علينا حب النادي الاهلي، لان احنا كده كده بنحب النادي الاهلي ومش كلام حضرتك هيأثر فينا. لان امبارح برضو رحنا الماتش وشجعنا من كل قلبنا، بس انت كده بتعمل بتخلي يبقى بين الجمهور وبعده. عارفه انت لما يبقى عامل ازاي في تعنف كده، في عدوانيه، اللي هو لو الالترس شافك لازم يقل ادبه عليكي، لازم يغلط فيكي. لان لما يبقى الكابتن الكبير بتاع النادي الاهلي بيعمل كده، يبقى الصغيرين هيعملوا ايه؟ اكيد هيعملوا اكتر من اللي هو بيعمله، لان هو قدوه ليهم. وما ينفعش القدوه يبقى قاعد في الكرسي بتاعه بيجيب اخبار من السوشيال ميديا مش بيتحقق منها لمجرد ان بيجي ممكن يجيب الكلام فهو ياخده ويتكلم فيه. يا كابتن كنت لازم تدينا حق الرد. دخلنا على اعدادك في البرنامج وقلنا له احنا لينا حق الرد، لان انا كنت بشتغل مذيعه وفي برنامجي كنت بجيب الناس ترد في البرنامج عندي، فلينا حق الرد. انت منعتنا ان احنا نرد، وحتى لما كلمناك بعد الهوا اتكلمت بطريقه مش كويسه وقلت هو كده وانا لازم احلل بالطريقه دي، وحتى يعني اتكلمت بطريقه مش لطيفه خالص. فعيب يا كابتن اللي انت عملته فينا، واحنا ما نستحقش تعمل فينا كده. وتاني مره يا كابتن برضو عشان الموضوع ده اذانا كتير جدا، اتحقق من الخبر قبل ما تتكلم فيه. يعني اعرف ان البنات اللي انت بتتكلم عليها دي ولاد ناس وعندهم بيوت زي ما حضرتك كده، ما ينفعش حد يتكلم على عيلتك ولا على اولادك. اتحقق من الكلام الاول اللي انت بتتكلم فيه عشان بيأذي مشاعر ناس كتير وبيأذي اهالينا من الكلام اللي انت قلته علينا. بنشكر جمهور نادي الزمالك اللي هو بابايا، انا زملكاوي، اخويا في عيلتي ناس زملكاويه كتير، حتى هم زعلوا علينا من الشتايم وكل اهلي اتأذوا من الموضوع ده طبعا. بس بنحب نشكر برضو جمهور الاهلي ان هو في ناس منهم فهموا الحقيقه وفهموا الموقف بالظبط ايه اللي حصل معانا، واللي ما فهمش وضحنا له، كتبنا بوست ونزلنا انه حصل معانا موقف خلانا نضحك، وفي ناس اتفهمت الموضوع وسكتوا واعتذروا، وفي ناس مصممين في الشتيمه والاهانه وان احنا رايحين عشان نتشهر. ميرسي جدا لكل الفانز بتوعي اللي دافعوا عننا، الاهلاويين اللي كانوا بيتخانقوا واللي كانوا بيدخلوا يتكلموا علينا حلو، عشان هم بيكونوا عارفيننا وعارفين ان احنا مش محتاجين. وحتى لما انا رحت في ايطاليا عند اهلي
وموجود على انستجرام بتاعي كده، كنت لابسه تي شيرت النادي الاهلي وانا في ميلانو. انا المفروض ان شاء الله الفتره اللي جايه اعمل برنامج عن الكوره. فانا طول يعني عارفه انت لما يكون موبايلك كله بتشوفي الكوره، بتعرفي التشكيل، مش عارف ايه الحاجات دي، يعني انا بحبها اصلا في الطبيعي من صغري. حتى لما كنت بشتغل مذيعه برامج تانية ما كنتش بقدر اقول اني بحب الاهلي، ما كنتش بقدر اروح الاستاد. بس دلوقتي عشان بحضر البرنامج الجديد بكتب في كل الانستجرام ان انا اهلاويه وبحب الاهلي جدا، كل الحاجات دي.